كنت عايز اعمل مطبخي بولي لاك، ولكن كان هيعمل لي المطبخ قال لي ان ده مش عملي ولو جه عليه ميه هيبوظ. تعالوا نشوف الكلام ده صح ولا غلط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم سلامة عشري من قناه مطبخ العمر. لو اول مره تشوفني يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتفعل زر الجرس عشان تشوف معانا التحديثات الجديده للمطابخ اول باول. ندخل في الموضوع على طول. السؤال ده اتسالناه على القناه ان البولي لاك مش عملي وهيبوظ من الميه لو جه عليه ميه. طبعا الشركه اللي عملت البولي لاك عملته على MDF، الطبقه الخارجيه للضرف، والطبقه دي الطبقه الهاي جلوسي اللي على الضرفه البولي لاك من بره تعتبر من اقوى الطبقات اللي معموله في مصر والوطن العربي حاليا، لانها بتتحمل الخدوش بدرجه عاليه جدا، درجه لمعان توصل ل 99% او 100% كمان بدون مبالغه. طبقه حمايه من الداخل والخارج، من الداخل ومن الخارج، من هنا من بره ومن جوه، عاليه جدا. كل اللي ناقص بقى عشان المطبخ ده يعيش معايا ونحافظ عليه ويفضل موجود معايا اطول فتره ممكنه استخدمه، ان انا احافظ عليه من على الحرف. ان الفني او الشركه او الصنايعي اللي هيشتغلوا لازم يعزلهولي ان الاربع جوانب على مكنه مش اقل من 8 او 9 مراحل او حتى 12 مرحله، بحيث ان هو يبقى معزول بجوده عاليه جدا وما يدخلوش اي تسريب ميه. وبالنسبه للتنظيف والميه والكلام ده كله، فطبعا طبعا اي حاجه حتى لو كانت حديد لو حصل عليها تسريب ميه هتبوظ. انما التنظيف العادي بالجلانس، بالفوطه الناشفه، بالسبونشه، وبنمسح الميه وننشفها، طبعا هيعيش معايا العمر كله. ولو حتى عاملينه خشب طبيعي مش خشب بولي لاك او اكليريك او HBL. فبس كده، ده كان موضوع حلقتنا النهارده. لو عجبك الموضوع ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير. كان معكم سلام عشري، اشوفكم الحلقه الجايه. سلام.